في مقطع اليوم راح اتكلم عن الجولة 11 اللي حصل فيها اشياء مرة كثير. الاشياء التي حصلت في الجولة هو تعثر الاتحاد وبعدها فوز الهلال على الاهلي، وفي نهاية الجولة النصر ينتصر على الفيحاء. في بداية المقطع لا تنسى تحط لايك واشتراك عشان يساعدني في النشر ومدري ايش وتحمس فاهم. اولا الاتحاد تقدم عن طريق بنزيما بهدف رائع صراحه، وكان عكس مجريات اللعب. الحزم هو اللي كان يحاول، الاتحاد كان متمسك في الدفاع وكان يدافع باكثر من 4-5. لذلك في الشوط الثاني الحزم قدروا يسجلون الهدف الاول ويتعادلون معانا، وبعدها كمان بنزيما صنع هدف الى كادش، وكذا الاتحاد يكون متقدم 2-1. ولكن في اخر الدقائق نونو سانتوس جاب العيد والفريق كله مات يحسبون المباراه انتهت، وسجل هدف الحزم وانهاها. وتعثر جديد فوق انه 4 تعثرات متتاليه. التعثر هذا بيزيد النكبه وبيخلي الاتحاد يبتعد عن الدوري بشكل مره فارق. الاتحاد صراحه ما في اي شيء اقوله عنه، والله تعبت يا ناس. كل حلقه اتكلم عن الاتحاد، كل حلقه اتكلم عن الاتحاد واسب واتكلم عن ذاك واتكلم عن فلان واقول ان ذاك سيء وذاك ممتاز، وانا قسما بالله اني طفشت. شكرا بنزيما، شكرا بنزيما، شكرا بنزيما. بس أما المباراة اللي بعدها في مباراة الأهلي والهلال، البداية كانت شيء جبار. الجمهور كان مملي الملعب، وكان في حقة النيران ذيك اللي خلت المباراة تتأخر شوي، ومع ذلك بداية المباراة كان في شوية نيران. ومن بداية المباراة هجمة عند كوليبالي يلعب لك كرة طويلة إلى السفج في منطقة جزاء الأهلي، وهدف خاطف في أول دقيقة، حتى مو أول دقيقة، قبل الدقيقة. الكرة تعود مرة أخرى إلى روبن نيفيز، بيرسل الكرة في مكان إلى سالم الدوسري. سالم في نص الملعب كابتن فريق الهلال. أذكر السادة المشاهدين يبدأ الهلال هذه المباراة عن طريق هذا، مستحيل الجول الثاني 40 شيء زي كذا، هدف صراحة خاطف وأثر على المباراة بشكل جدا كبير. وبعد ذلك حاول الأهلي إنه يدخل في مجريات المباراة زي ما دخل الهلال بشكل جدا سريع، ولكن ما استطاع وجاب بلنتي لصالح الهلال. وأنا عندي شوية شك على إنه مالكم لمسها بيده أصلا قبل البلنتي، ولكن الطيحة صراحة وفاول يعني بلنتي. والله أنا ما أدري إيش قاعد أخربط، بس إنه الكرة لمست بيد مالكم وفي منطقة الجزاء. في أساس كرة القدم أي مهاجم يلمس الكرة في يده في منطقة جزاء الخصم فهو فاول عليه. أما إذا كان مدافع فهم يلجؤون للقانون ثاني إذا هي متعمدة أو غير متعمدة. وبعد ذلك متروفيتش سدد البلنتي ولكنه أضاع أمام مندي العملاق من بعد مباراة الاتحاد. مندي صاير مرة قوي يا عيال. وبعد ذلك هجمات كثيرة من الهلال، وبعدها كرة عند السعود وعرضية أسطورية جننتني يا عيال، وتوصل الكرة إلى مترو ومترو شبكها. والله مواجهات في مشاركة للقمم، في جمهور الذي يحضر والذي يتواجد. نعم العودة للمكان الطبيعي، لكن العرضية رأسية الله. لكن صراحة عجبني مترو بداية منطقة الجزاء، انك تضرب راسي بهذه الشكلية ويكون قوي للدرجة هذه، هذا شيء مش طبيعي، وهذا شيء يثبت انك مهاجم صف اول. وبعد ذلك الحكم انهى الشوط الاول، ومع بداية الشوط الثاني الاهلي دخل بشكل مرة ممتاز. الاهلي دخل هجومي، الاهلي دخل اشرس، الهلال تراجع، ومع ذلك الاهلي كان يهاجم بشكل مرة قوي صراحة، والاجنحة صارت شغالة اكثر في الشوط الثاني. وفي هجمة من الهجمات الكثيرة اللي وصلت عند محرز، كرة عند محرز في منطقة الجزاء يلعب لك إلى ماكسيمان، وماكسيمان بوف شبكها في الباب. عادت بعد ذلك إلى ماكسيمان يريد أن يصوب، عنده هدف يريد تحقيقه. رياض استلم في المساحة، رياض مرة جابري فيجا، ولكن البلاهي تعود إلى محرز. صوب ماكسيمان الله. المباراة هنا صراحة كنت متوقع انها بتروح للتعادل، الى ان ياسله قرر انه يسحب ماكسيمان وكمان يخلي فيرمينيو في ارضية الملعب، وهذا اسوأ شيء ممكن تسويه الان، لانه ماكسيمان مسجل هدف وفي نشوة وجناح سريع ويسبب خطر على الهلال. وكمان فيرمينيو ما سوى ولا شيء في المباراة، كان يمديك تطلعه وتدخل فراس وبيكون الشكل الهجومي اشرس. وبعد ذلك الأهلي حاول إلى أن في الدقيقة 86 تقريبا أو شيء زي كذا كرة توصل إلى إيبانيز بيرجعها لمندي، لكنه ما شاف وين تمركزه. مندي كان متقدم شوي، إيبانيز يحاول يلعبها لمندي، جات بعيدة من مندي شوي،
فما استطاع مندي إنه يمسكها، وهدف ثالث للهلال. وبعد ذلك الحكم صفر نهاية المباراة. الكرة الخاطئة من جابري فيجا، علي البليهي يستعيد الكرة، لم يبقى الكثير من الوقت، الخطورة للأهلي قلت بعد ماكسيمان، هذا واضح، وإن ما زالت بعض الأحيان الهلال يخليك تسجل في نفسك. أما بالنسبة لمباراة النصر دخل المباراة بشكل جدا متوتر. الشوط الأول كان سلبي، الموضوع كان يخوف شوي أنك أنت قاعد تواجه خصم هجومه كويس ودفاعه برضه كويس. بعد هجمات ضائعة كثير أنت التجأت لحل جدا ممتاز في الشوط الثاني، وأنا أحترم كاسترو عليه أنه خلى تاليسكا أقرب للمرمى، وبعد ذلك تاليسكا سجل هدفين من أروع ما يكون، رأسية أسطورية وهدف فنان من بعيد، مع أن المدافع هو اللي وجهها على المرمى كانت برا، ولكن هدف جدا رهيب. للنصر لا شيء للفيحاء، محاولة تحرك، الله، أوتافيو فوفانا يظهر في الطرف، يفكر أمام رايلر، عادت الكرة، أوتافيو يحاصرون الفارس الفهود، لكن الفارس يا سلام، ومن يكون غيره. فاول لصالح الفيحاء وعرضية وهدف. فين يغادر مصابا، وسلامات ان شاء الله لتاليسكا، سلامات لوجه الفرح النصراوي، كرة خطيرة، الله، يعود الفيحاء. والفيحاء يقولون يلا نرجع ومدري ايش، وهذا الشيء صراحة انا كنت اشوفه صعب جدا. وبعد ذلك كرة تصل الى تافيو خارج منطقة الجزاء، وتسديدة تاريخية اسطورية، شيء جدا ممتاز. تحرك، انتظار بالكعب، صليهم ينتظر، يعيد الكرة، أوتافيو، يا إلهي، يا. وبعد ذلك حط الكرة في المرمى بشكل جدا جميل، وشكل كذا يريح عيونك. ولكن أنا بسوي تشكيلة من 4 خانات: مركز الحراسة، ومركز قلب الدفاع، ومركز خط الوسط، ومركز الهجوم، وبختار في كل مركز لاعب. في مركز حراسة المرمى بحط مندي، اللاعب اللي قدم مباراة ممتازة، صح انه جاته هفوة بسيطة في نهاية المباراة واللي تسبب فيها في الهدف الثالث، لكن يبقى مستوى جدا ممتاز. وفي مركز قلب الدفاع زميل مندي الخاطئ أيضا إيبانيز، صراحة قدم مستوى جدا جبار، ولكن عيب عليه هو مندي بس الهدف هذا اللي جاء في مرماهم. في خط الوسط صراحة أشوف إنه روبن نيفيز قدم مستوى جيد، وكمان حتى سافيتش، ولكن أبى أختار مين؟ أبى أختار روبن نيفيز لأنه مستواه كان مرة رهيب في المباراة. بالنسبة لخط الهجوم راح أختار اللاعب الممتاز، بل الممتاز جدا، تاليسكا سجل هدفين وأثر على المباراة كانت جدا صعبة، أثر عليها، ودى النصر 3 نقاط راح تهمه بشيء مرة كبير في الدوري، وممكن تغير مسار الدوري. أما بالنسبة لأفضل هدف في الجولة فأنا أدي الهدف هذا، هدف أوتافيو الجبار. تحرك، انتظار بالكعب، صليهم ينتظر، يعيد الكرة، أوتافيو، يا. أما بالنسبة لأفضل لاعب في الجولة فأنا أدي الجائزة هذه مندي، صراحة قدم مستوى جدا جبار، وأنا هذه كم مرة أعيد أقول إنه قدم مستوى جدا جبار. وبس هنا وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسى اللايك والاشتراك، وبس يعطيك العافية، سلام.